سعيكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير او صحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي ندير معكم تصحيح ديال واحد الامتحان اللغه العربيه بالنسبه لثالثه اعدادي. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، والامتحان ان شاء الله غيدوز ساهل، وغير حاولوا تخدموا في هذا الشيء اللي بقى وكل شيء غيدوز ساهل. وحتى اللي باقي ما خدمش وما دار حتى حاجه، باقي عندكم الوقت، فريمون باقي عندكم الوقت فين تخدموا وفين نجيبوا النقاط. دابا كيف ديما غادي نبداو بلا ما نطول عليكم الهضره، غادي نقراو بعدا النص كاملين باش نعرفوا النص على اش كيهضر، باش نحاولوا نجاوبوا كاملين على الاسئله. صافي، يلا دابا بلا ما نطول عليكم ويلا نبداو. والنص الخادمه، يلا نبداو كاملين نقراوه. لا أستطيع أن أتحدث عن خادمتي من غير أن يمتلكني شعور الشفقة عليها، وهو شعور يضايقني على العموم، ويجعلني أزأر بالصدف التي تجعل من هذا خادما ومن الآخر سيدا، اعتمادا على قانون الشبع والجوع. وكثيرا ما تتردد في خاطري هذا السؤال وأنا أنظر إليها: أيمكن أن يكون المحتاج حرا؟ ولكن بساطتها كانت تجعلني أجنح إلى الاعتقاد بأن الحرية نفسها منسي أمرها. ويبدو لي عن خطأ أو صواب أن ذكاء خادمتي محدود، وأن خيالها غير خصب، وبذلك أفسر حركتها الثقيلة واطمئنانها البارد وميلها إلى الخمول والنوم على أنها تبدو، ولو مرت من المدرسة لأصبحت تبدو للناس بشكل آخر. فكم يستر التعليم عن عيوننا من عيوب. وقد جازفت من قبل فأكدت للقراء بأنها بسيطة جدا، والحق أنها بساطة في إطار من الإبهام والصمت، ويرجع ذلك إلى أنها سرقت 25 ربيعا من عمرها قبل أن ترمي بها الأقدار إلى منزلنا، وهي الآن تتحدث عن ماضيها بخير أو شر، ولكن مسحة من الكآبة العميقة تطبع ملامحها بطابع قوي، ونظراتها الذائبة المستسلمة تتحدث عن شباب عام في أمواج من الآلام والشقاء. ومهما يكن فاستسلام خادمتي وعجز مخبأها قد أكسبها فضيلة الصمود أمام النكبات. ولعل ما يدهشني تقف شاهدة على أفراح الناس وأطراحهم، ومن ثم لا يكاد يعرف التأثر إلى قلبها سبيلا. وقد أصيبت ذات مرة بنوبة من حمى من المستنقعات، ورفضت أن ترى الطبيب، ومر أسبوعان فأخذت تتماثل إلى الشفاء. ودب في جميع أفراد الأسرة سرور ظاهر، وقد كانوا يحيطونها بالعطف ويرون فيها شيئا من البله والغفلة يثير في نفوسهم عاطفة رثاء ممزوج بترفع خفي نحوها. وتشاء سخرية الأقدار أن يقع إلى خاطري هذا السؤال: بماذا تحلم الآنسات؟ ولكن خادمتي لا تفكر قط إلا في المصير الذي فرض عليها وعلى الأوانس أمثالها منذ أن عرفنا الحياة. هذا هو النص، قريناه كاملين، دابا عرفنا عليه اش يهضر. غادي ندوزو لمكون القراءة ونشوفوا الأسئلة اللي عطينا. مكون القراءة، أول سؤال عطينكم: حدد مجال النص. من خلال النص تيبان لينا كيعاود لنا على شي حاجه، تيهضر لنا على شي حاجه. لا استطيع، يبدو لي، وقد جازفت، وقد اصبت، لا هذه مش اخر تاني. مهم تهضر لا استطيع، يبدو لي، يضايقني، يجعلني. يعني مجال النص سردي تيعاودنا على شي حاجه. حدد العلاقه الموجوده بين عنوان ومضمون النص. مضمون النص عرفنا علاش كيهضر على واحد الخادمه كيعاودنا عليها، وتيجي الشفقه من جهتها، شعور الشفقه، وان التعليم انه تيغطي لنا على العيوب ديال الانسان. مهم، وبالنسبه للعنوان عندنا الخادمه، يعني شنو تيبان لكم؟ كاين هنا واحد علاقه ترابط وتكامل. جيد. سؤال الفهم: اشرح لي الكلمه الاولى بالمرادف والثانيه بالضد. يمتلكني، نشوفوها بعدا، او لا يتملكني، عفوا، نشوفوها بعدا في النص فين كاينه. هي لا استطيع ان اتحدث عن خادمتي من غير ان يتملكني شعور الشفقه عليها، يعني ان يصيبني شعور الشفقه عليها. اسمحوا لي. الدابله نشوفوها بعدا في النص فين كاينه. فين هي
ديما كنخدم انا وياكم بحال هكا، ما كنبيش نعطي الاجوبه حتى نتوما تقلبوا معايا وديروا بحال الامتحان قدامكم ونجاوبوا كاملين. هنايا شكون اللي لقاه؟ هنايا ونظراتها الدابلة. هيا نظراتها الدابلة يعني بوما ضد نظراتها اليانعة. صافي. استخرج الفكرة الرئيسية للفقرة الثالثة. فين هي الفقرة الثالثة؟ وقد جازفت من قبل فأكدت القراء بأنها بسيطة جدا، والحق أنها بساطة في إطار من الإبهام والصمت، ويرجع ذلك إلى أنها سرقت 25 ربيعا من عمرها قبل أن ترمي بها الأقدار إلى منزلنا، وهي الآن تتحدث عن ماضيها بخير أو شر، ولكن مسحة من الكآبة العميقة تطبع ملامحها بطبع قوي، ونظراتها الدابلة المستسلمة تتحدث عن شباب عام في أمواج من الآلام والشقاء. مهما يكن فاستسلام خادمتي وعزم مخيلتها قد أكسبها فضيلة الصمود أمام النكبات، ولعل ما يدهشني تقف شاهدة على أفراء الناس وأطراحهم، ومن ثم لا يكاد يعرف التأطر إلى قلبها سبيلا. ممكن مثلا نقولوا صمود الخادمة امام النكبات. ممكن. المهم خليو لي حتى نتوما الاجوبه ديالكم، وتقريبا كاع الاجوبه غيكونوا صحاح، ماشي ضروري يكون نفس الجواب، المهم يكون نفس المضمون. شوفوا السؤال الاخر. استخرج من النص جمله تدل على صفه الخادمه الاتيه: صامده. نشوفوها في النص. كاين عندنا إصابة الخادمة بحمى المستنقعات، أو لا كاين عندنا عجز مخيلتها. كاين عندنا عجز مخيلتها أكسبها فضيلة الصمود، يعني صامدة، يعني عجز مخيلتها أكسبها فضيلة الصمود. سؤال الآخر. استخرج من النص قيمة حقوقية واستدل على ذلك. كاين عندنا حق التعليم. هيا فاش قالوا: فكم يسر التعليم عن عيوننا من عيوب، يعني كاين عندنا حق ديال التعليم. شاخر عندنا: أعيد كتابة مضمون النص وذلك بتلخيص ما ورد من أحداث. ممكن نقولوا تملك شعور الشفقة الكاتب كلما تحدث عن خادمته التي تتميز بالذكاء المحدود والخمول وكثرة النوم والبساطة. ممكن. دابا ندوزو لمكون الدرس اللغوي. المهم سمحوا لي ضربني البرد، وانا كنقول ضروري نصور لكم الفيديو. شكل الكلمات التي تحتها خط، نشوفوهم في النص باش نشكلوهم. كاين عندنا نسي امرها، وكاين عندنا ولكن مسحة من الكآبة. مسحة، حيت كاين عندنا ولكن مسحة من الكآبة. وكاين عندنا عن شباب عام في أمواج من الآلام والشقاء. عن شباب عام في أمواج من الآلام والشقاء. وكاين عندنا شخور: من البله والغفلة يثير في نفوسهم عاطفة ممزوج بترفع خفي نحوها. صافي، هذا الشيء اللي بقى عندنا. يستخرج من الفقرة الأولى اسم مفعول وبين معموله وعمله. من الفقرة الأولى، يعني نقراو احنا الفقرة الأولى بشوية يعني ونشوفوا. لا أستطيع أن أتحدث عن خادمتي من غير أن يتملكني شعور الشفقة عليها، وهو شعور يضايقني على العموم، ويجعلني أزري بالصدف التي تجعل من هذا خادما ومن الآخر سيدا، اعتمادا على قانون الشبع والجوع. وكثيرا ما تتردد في خاطري هذا السؤال وأنا أنظر إليها: أيمكن أن يكون المحتاج حرا؟ ولكن بساطتها كانت تجعلني أجنح إلى الاعتقاد بأن الحرية نفسها منسي أمرها. هاي كاين عندنا اسم مفعول منسي. كاين عندنا من غير فعل ثلاثي مثلا كتب، إلا بدنا نديرو على وزن مفعول مكتوب، تيكون عندنا كتب مكتوب على وزن مفعول.
وكتقولنا القاعده الا كان عندنا الفعل من غير الثلاثي كنديرو ميم مضمومه وفتح ما قبل اخر، وفي اسم فاعل ميم مضمومه وكسر ما قبل اخره. المعمول ديالو هو امرها، والعمل ديالو اش يكون العمل ديال اسم مفعول؟ هو رفع نائب الفاعل. جيد، يعني اسم مفعول هو منسي وكاين عندنا المعمول ديالها امرها، وكاين عندنا العمل ديالو رفع نائب الفاعل. الا بغيتوني ندير لكم شي تلخيص ديال الدروس قولوها ليا، حيت ما بقاش الحال بزاف. داكشي علاش قلت نسحل معكم الامتحانات ديريكت حسن ما نبقى ندير لكم بدرس. المهم الا كنتو بغيتوني نشرح لكم شي درس ما فاهمينوش قولوها ليا ونوجدو لكم ونشرحو لكم ان شاء الله. نسيب كلمة مدرسة وبين ما حدث فيها من تغيير. مدرسة كاين عندنا أصلا بعدا فيها تأليت، يعني فيها التاء، يعني إلا بدنا نسبوها تتولي مدرسي. أشنو هو التغيير اللي تيبقى فيها؟ تتحذف لينا ديك التاء. جيد. اش اخر باقي لينا؟ ركب جملة تشمل على اسم مكان من غير ثلاثي. الجمله نخليكم نتوما تركبوها، حتى الا جيت نفكر لكم دابا فشي جمله صراحه يجي لنا الوقت شويه الفيديو. المهم قولي لي الا بغيتوني نشرح لكم الدروس قولوها لي. اعرب ما تحته خط اعرابا تاما. الحريه الحريه منسي امرها، يعني الحريه الا كنا بغينا نعربوها مبتدا منسي جبت تعرب هنايا خبر مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. حنا قلنا داك اسم مفعول، اسم مفعول العمل ديالو تيكون نائب فاعل العمل ديالو، يعني امرها بتكون عندنا نائب فاعل لاسم مفعول مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف، وهذيك الهاء مضاف اليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. نعاود الحريه غادي تكون مبتدا. باش غادي نعرف مبتدا؟ شي كلمه ما تطعب لنا فعل، ما كتعرب لينا، ما جاتنا حرف ناسخ، ما جاتنا هذا، يعني اش تتعرب؟ تتعرب مبتدا. المبتدا اش تتبعو الخبر، بما انها هي على وزن اسم مفعول، يعني اسم مفعول تيدير العمل ديال نائب رفع نائب الفاعل، يعني هذيك امرها غادي تكون نائب فاعل لاسم مفعول وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. وهذا الشيء هو اللي عندنا. هذا هو الامتحان ديال هاد المره. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، نكون شرحت لكم مزيان، وسمحوا لي حيت نزرب حيت الوقت ما بقاش بزاف وبغيت نصح معكم الماكسيموم ديال الامتحانات. خليو لي الا عجبكم بحال هكا نبقى نصح معكم، خليوها ليا وخليو لي حتى المواد الاخرى الا بغيتوني نشرحهم لكم خليوها ليا، وتهلاو في راسكم ان شاء الله كلشي غيدوز مزيان وكلشي غيكون مزيان ان شاء الله. يلا تهلاو، بسلامه عليكم.